رمضان صبحي النهارده وهو راجع من المطار. طبعا بيراميدز كان عامل معسكر رمضان صبحي وهو راجع من المطار النهارده اتقبض عليه علشان قضيه تزوير، انه خلى حد يمتحن له وانتحل شخصيته. فالنيابه العامه قبضت عليه وراح النهارده اتحقق معاه وخرج بكفاله 100,000 جنيه. بص، بعيد عن ان انا اهلاوي ولا انا اللي رمضان عمله ولا اي حاجه، الكلام ده خلاص بقاله اكتر من 5 سنين فخلاص يعني. بس انا هتكلم معاك ككوره شويه. هو ده الطموح يا رمضان اللي انت سبت الاهلي علشانه؟ طيب يا رمضان، بقالك 5 سنين ما بتروحش منتخب مصر، بقالك 5 سنين مفيش موسم لعبت فيه 10 ماتشات اساسي ورا بعض. تمام؟ رمضان صبحي عامل ارقام الموسم اللي فات كارثيه. بيراميدز واخده دوري ابطال افريقيا ولعبه دوري واصله نهائي كاس مصر. فانت متخيل كم المباريات اللي بيراميدز لعبها؟ رمضان صبحي جايب 3 اجوان وعمل 5 اسيستات بس. 8 مساهمات لرمضان صبحي في كم المباريات اللي بيراميدز لعبها دي. تخيل معايا ان دي ارقام كان المفروض للاعب احنا كنا بنصنفه ان هو ابو تريكه اللي جاي في عز عطائه. رمضان صبحي السنه دي 28، السنه اللي فاتت 27، يعني في عز توهجه، مستوي بمعنى الكلمه. عامل 8 مساهمات في الدوري المصري، اللي هو معلش يعني اي لعيب فئه متوسطه يعمل 10 مساهمات. ف بصيت للماديات وبصيت للفلوس وللاسف ضيعت تاريخك يا رمضان، ومش هقدر اقول اكتر من كده.